السبب الشعوري لتشقق الشفايف او ظهور قشور على الشفايف بتاعتنا. اهلا بيكم في فيديو جديد للسبب الشعوري لمشاكل البشرة والشعر. معايا انا رانيا يحيى من روني كير. يلا نبدأ. تفتكروا ايه السبب الشعوري لما بيحصل لي او بيحصل لك تشقق في الشفايف، او بتلاقي ان شفايفك فجأة فيها قشور وبدأت تيجي فيها هرش، وما بتستخدمي مرطبات مش بتتعالج بسهولة، او اتعالجت يوم يومين وبترجع تاني؟ السبب سهل جدا وبسيط، هو بيكون افتقاد لشخص انتي في بينك وبينه علاقة، انتي بتكلميه او بتتواصلي معاه بطريقة ما، بتربطكم مع بعض علاقة ايا كان نوع العلاقة دي، بس انتي حاسة بافتقاد، سواء حتى وهو الشخص ده موجود بس انتي حاسة بالافتقاد، او ان هو فعلا مشي وانتي حاسة بافتقاد. بتحصل لنا دايما لما بنسافر مكان جديد، ده برضو بيبقى سبب، لان بتحسي انك مفتقدة الناس اللي انتي بتحبيهم وبتحبي تتكلمي معاهم. علشان كده لما يحصل لك تشقق في الشفايف لازم ترجعي تفتكري ايه اللي حصل وايه الافتقاد اللي انت حاساه، وتتواصلي مع الناس دي، او ان انت تتقبلي مشاعرك وتتقبلي نفسك بالمشاعر اللي انت حاساها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو مهتمين تعرفوا اكتر تابعونا في الفيديوهات الجايه.